طبعا لو احنا شفنا السياق الذي تمت فيه هذه الجولة بالبدلة المدنية، سواء كان السياق الذي يعني يتململ فيه الناس ويطالبون بوضع زمني لمغادرة المجلس العسكري كراسي الحكم وتوجيه كل الشكر والتقدير والعرفان له لموقفه في الثورة وتسليم الحكم للمدنيين وما إلى غير ذلك من الاعتراضات الشديدة على جملة القوانين التي صدرت مؤخرا، تقريبا كده كلها في مصلحة فلول الحزب الوطني، والتي منها أيضا دافن قانون زي قانون الغدر وخلافه، وبالتالي يعني التمكين لفلول الحزب الوطني في المجلس التشريعي القادم. هذا السياق لا يمكن أبدا أن نفصله عما حدث بالأمس، خصوصا أن الزيارة كانت مصورة، والكاميرا الوحيدة التي نزلت كاميرا التلفزيون الرسمي، والذي أعادها لا معلش عفوا، الصور اللي متشافة دي مش بكاميرا بروفيشنال، مش كاميرا تلفزيون أستاذ عصام سلطان. لا انا اتصور انها بكاميرا اقل ما يقال عنها. لا يعني المهندسين الكواليتي لا يعني دي يعني احنا مش عارف التلفزيون يعني 99% بالنظر الحقيقه ما عنديش معلومه، بس 99% الصوره دي ما هي مش صوره كاميرا بس التلفزيون. استاذنك مش لازم تكون التلفزيون المصري نزل بنفسه، انما تم التصوير بكاميرا جيده وتم ارسال هذه الصور الى التلفزيون المصري اولا.